دونجا ليه بقى بيلعب حلو؟ لان دونجا بوجود محمد اسماعيل، وان هو بيعرف يطلع بالكرة حلو جدا ويخرج بالكرة حلو جدا، ما بيطفش، ودي كانت مشكلة الونش. فدلوقتي دونجا بقى بيبقى ما بيبقاش تالت ما بين الاثنين مدافعين زي ما كان بيلعب ايام الونش، والحاجات دي كلها جايبها لكم لقطات. فبقى بيبتدي الكوره عادي من تحت من نص الملعب، زائد ان عبد الله السعيد بيبقى على طول واقف جنبه، زائد ان اللعيبه اللي موجوده كلها في الملعب بتتحرك بدون كوره، زائد ان عدي الدباغ اللي هو المهاجم اوقات كتير قوي بينزل لحد نص الملعب علشان يوجد باصات اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب لو في تكتلات في نص الملعب. فده اللي خلى ان دونجا بقى بيظهر بشكل كويس، وبقى بيلاقي اكتر من حل للباص.